السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ النهارده جايين مع بعض في فيديو جديد. بس قبل ما نبتدي الفيديو نصلي على النبي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اهله وصحبه اجمعين. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ النهارده جايين طبعا في وصفة حلوة جدا جدا لرفع المناعة وحلوة جدا جدا للبط بتاعنا. وفي نفس الوقت برضو لو عندك البط كده ما بياكلش باذن الله هتخلي البط ياكل معانا. ولو عند البط كده الحصاله بتاعته منفوخه، ده في نفس الوقت بجد يعني ده في نفس الوقت هتبقى هضم ليهم. لو عندهم الحصاله منتفخه ففي نفس الوقت ده هضم وبتساعد على الهضم للفراخ او للبط. لو عندك البط كده زي ما انا بقولك حصلته منفوخه، ابتدي احط لهم منها حلوه جدا جدا. طبعا مرتين في الاسبوع زي ما انا بقولك كده في وصفاتي، كل وصفه مرتين في الاسبوع او مره في الاسبوع، تمام؟ لان احنا بنعمل وصفات اعشاب على طول، فبنعمل اعشاب مختلفه، فهي بتفيد البط وكلتها رفع مناعه وما شاء الله. بتخلي بقى الطيور طبعا لو يعني عندهم ريش تساقط في الريش، طبعا ما بتخليش التساقط، بتعالج تساقط الريش وبتخليهم ما شاء الله الريش كده ما يقعش من عندهم، وحلوه جدا جدا. طبعا المعلقه دي بجد خيال سحريه وفي بيتك، يعني المعلقه اللي احنا هنحطها دي ما شاء الله كلتها حيويه ورفع مناعه ومضاد حيوي، حلوه جدا جدا، تمام؟ وفتح شهيه. فزي ما انتم شايفين كده ما شاء الله الاوزان عندي حلوه قوي. فبجد يعني ان شاء الله باذن الله هعمل لكم كده فيديو عن وزن ذكر البط والنتايه. زي ما انتم شايفين ما شاء الله كلتهم حيويه وكلتهم نشاط، وفي نفس الوقت الاوزان حلوه. يعني الاوزان ما شاء الله البط عندي رامي لحم. فبالوصفات اللي احنا بنعملها كده طول فترة التربية بتاعتهم وطول ما انا بربيهم كده من عمر يوم ما شاء الله، بتخلي بقى البطة معانا الصدر بتاعها يفتح كده وتستقبل الاكل وفي نفس الوقت ترمي لحم. وبنقضي على اي اسهالات اي حاجات من دي، لان طبعا لو عند البطة اسهالات او حاجات معوية عندهم طبعا مهما ياكلوا ما بتلاقيهمش ما بيزيدوش معاكي، بالعكس بتلاقيهم بيخسوا وفي نفس الوقت ما بيرموش لحم معانا. فده مشكلة، يعني انت كده بتأكلي البط او بتأكلي تربية البط عندك في الفاضي، تمام؟ طبعا كده دايما صلى على النبي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اهله وصحبه اجمعين. فاهم حاجه ما تنسليش اللايك والاشتراك فضلا وليس امرا، طبعا عشان افضل مستمريه معاكي دايما وافضل اصور معاكي، وعايزاكي تكتبي لي الكومنت الحلو وباذن الله هرد عليك. زي ما انت شايفه كده طبعا هنغسل بقى الطبق اللي هم بيشربوا فيه ونحط لهم بقى يفطروا كده. طبعا انا بسيب بقى الطيور بتاعتي كده في الشمس حلوه قوي النهارده، فانا قلت بقى هطلعهم كده على السطح. انا عامه بسيبهم طول اليوم على السطح وببتدوا اللي يناموا في الخزانه عشان ما يبردوش من البرد. وطبعا لو انت عرضتهم في الهواء في البرد طول الليل بياكلوا ومش بيزيدوا معاك، تمام؟ وفي نفس الوقت برضو لازم عشان يزيدوا معانا لازم تنوع لهم في الاكل، يعني مش تحط لهم علف على طول او عيش على طول، لا لازم تنوع لهم مع الدشيشه، يكون عيش رده مره كده يكون كسب مع عيش مع خضره. لو هتشتروا لهم الخضره يعني بتبقى حاجه يعني مش مكلفه عندنا. الربطه بتبقى ولا الربطتين بتبقى ب5 جنيه، ربطة كرات، ربطة جرجير. الجرجير حلو جدا جدا، منشط كده نموي وفي نفس الوقت كله حديد وكالسيوم. فاما تجيبي كده ربطتين كده ب5 جنيه وتخرطيهم وتحطهم كده على الاكل، وجبة الاكل ما شاء الله بتخليهم كلتهم حيوية ونشاط. وان شاء الله المعلقة النهاردة دي هتخليهم حلوين جدا جدا، رفع مناعة، زيادة وزن،
في نفس الوقت فتح شهية، هتخليهم ياكلوا كتير. فزي ما انت شايفة كده ما شاء الله. شوف البطة ما شاء الله رامية لحم معايا. وانا طبعا بوريكم كده الطيور بتاعتي ما شاء الله كلها حيوية ونشاط. وطبعا لازم تعرضها في الشمس، لان الشمس بتشيل اي التهابات كده في العظم، وبتقوي العظم كده عند الطيور، وما يجيلهمش كساح لا قدر الله. تمام. فزي ما انت شايفه كده ما شاء الله. طبعا هنبتدي بقى نغسل الطبق ده بقى ايه، مكان الميه بتاعتهم كده. هبتدي ان انا بقى ايه اغسلها كده ايه وانضفها. تمام. لازم يوميا نغسلها وننضفها كده. طبعا انا بقى ايه ده خزان، ببتدي ان انا ايه اشيله انضف لهم بقى الطبق ده اللي انا بحطه في الميه. تمام. كله بقى ايه شوفوا كله مكروب وكله. وببتدي ان انا بقى ايه امشي ايدي كده في الطبق لحد ما ينضف معايا. وبعد كده ببتدي ان انا انضف لهم ميه جديده، احط لهم ميه جديده يعني. تمام. انا مخصصه لهم بقى المقشه ديت، كانت يعني ايه كانت اتكسرت عندي، فابتديت ان انا ايه خصصتها كده للطيور. ببتدي امسك الوعيه كده زي يعني ايه سلكايه او كده، بتنضف معايا وبتخلي معايا الحاجه تنضف. تمام. اللي هي زي دي يعني انا مخصصاها هنا وعيناه يعني ايه وحطاها. كل ما باجي املى لهم الجيركن ده او الطبق ده ببتدي ان انا ايه انضفه كده اهو. بعد كده بقى ايه هرمي بقى الميه ديت زي ما انتم شايفين كده. ده بقى ايه بدات ان انا حطيت لهم الاكل كده. لميت بقى اي اكل بواقع عندي، مع كان شويه رز شويه خضره مع دش مع سرس. تمام اهو. بتبقى بقى وجبه غذائيه يعني ايه كلتها فيتامينات كلتها غذاء للطيور بتاعتنا. تمام. معايا بقى ايه بواقي طماطم كده، بصل، اي حاجه موجوده عندك اوعي ترميها. هحطها بقى في وجبه البط كده ما شاء الله هتبقى معاكي زي الفل. هتخلي البط بقى تتحول معاكي وتوزن معاكي ما شاء الله. تمام. هبتدي اللي انا بقى احطها لهم زي ما انت شايفه كده ما شاء الله. قسمتهم بقى كده على طبقين كده اهو. وبداوا بقى الحمام يعني ايه بيبتدوا اللي هم يلقطوا كده اي حاجه على الارض. طبعا انا لسه ما فطرتش الحمام برضو. فبعد ما اخلص الفيديو ده هاكل الحمام بتاعي. هنبتدي بقى نملي بقى ميه زي ما انتم شايفين كده. طبعا المعلقه السحريه بتاعتنا دي ما شاء الله هتخلي معانا تحول البط كده لترمي يعني وزن، وفي نفس الوقت رفع مناعه، بتمنع تساقط الريش، بتخليهم ياكلوا كتير. لو عندهم بقى ايه في هبتدي ان انا اقلبها كده. لو عندهم انتفاخ كده في الحصاله هتخليهم كده ايه يبقى عند زي عسر هضم كده. ما شاء الله المعلقه ديت معلقه قرفه زي ما انا قلت لكم كده، فتح شهيه رفع مناعه، فبجد حلوه جدا جدا. بدات اللي انا حطيتها لهم كده اهو ما شاء الله. طبعا هم بياكلوا الاول وبعد كده بقى ايه هيرجعوا يشربوا بقى في الميه دي ما شاء الله. وحلوه جدا جدا للحمام.